انا مسحت كل الفيديوهات اللي كانت على القناة. اكتشفت ان الفيديوهات كلها ما كانتش بالطريقة اللي انا عايزها. اي نعم، محتوى ممكن اكون عايز اقدمه لكن مش بالطريقة اللي ممكن تناسب طريقة الفيديوهات يعني. ولكن مش انا الشخص اللي حابب ان انا يعني انزل الطريقة دي او بالطريقة دي. اي نعم، انت ممكن تكون لسه داخل القناة جديد تلاقي مفيش غير 15 مشترك ومفيش حاجة، ولكن كان نازل هنا حوالي 50 فيديو. كانوا شهرين، حوالي شهر ونص، شهرين من الفيديوهات. شفت ان انا بعمل حاجة مش حاببها، فعشان كده قررت امسحهم كلهم وابدأ زي ما تقولوا بداية جديدة بالطريقة اللي انا عايزها. ومفيش محتوى معين، زي ما تقولوا انا سميت القناة بالاسم ده لسبب، اللي هو ان انا هنزل اي حاجة مادام انا حاسس ان انا عايز انزلها. يعني اللي شفت فيلم عجبني وقررت ان انا انزل اتكلم عليه هنزل اتكلم عليه. القناة اسمها كده عشان معناه ان انا انزل اللي زي ما تقولوا وجهة نظري عن الحاجة مهما كانت. هعمل اللي انا حاسس ان انا عايز اعمله، اللي انا حابه، كأن القناة الفيديوهات دي بنزلها لنفسي، محدش هيشوفها غيري. انت فاهم؟ فزي ما انا هبدأ بداية جديدة زي دي، حبيت يعني اول حاجة اكتشفتها تبقى زي ما تقول بداية جديدة ليك انت كمان. كتير مننا قاعد بيسعى ورا سباق هو مش فاهم اخره من اوله. انا طبعا ما بقولش ان الكلام ده غلط، ولكن متساق بطريقة مش صح. يعني انا بشوف فيديوهات ازاي تقرا 100 كتاب في 30 يوم. يا عمي ليه ده كله؟ يعني ليه 100 كتاب في 30 يوم؟ ليه يعني شغل نفسك بالطريقة دي بالحاجة؟ انت فاهم؟ او مثلا اتعلم انجليزي في وقت فراغك. يعني انت بتتكلم ان هو وقت فراغك طب تتعلم في انجليزي؟ ما بقيتش قادر تدي وقت لنفسك، ما بقيتش قادر تقعد في هدوء. حياتك بقت سريعة، بتدور ان انت تبقى احسن جسم، احسن مش عارف ايه، احسن مش عارف ايه. ما بقيتش عايش عادي. انا الكلام ده يعني هو يعني زي ما تقولوا من فيلم، ولكن انا شفته في فيديو في قناة. بصراحة القناة انا معرفش نطق اسمها ايه. لو الفيديو ده جاب فيوز او حاجة ساعتها هبقى احط اسم يعني القناة في الكومنتات، اثبته كنوع من زي ما تقولوا الشكر يعني. بس ما علينا، مش موضوعنا. يعني انا ما بقولش انك تحقق حلمك دي حاجة وحشة، حاجة حلوة. بس ليه عاملها بالشكل الاوفر ده؟ مش لازم تهلك نفسك لمجرد انك عايز تحقق حاجة. طب انت ما في المقابل، في انت لو خسرت نفسك طب وحققت حلمك مش هتحس بالرضا. تفضل دايما حاسس انك انت عايز ومش مبسوط ومش راضي. ومش معنى كده انك لما تبقى شخص مهدي الامور هتبقى راضي، لا، هتقابل برضو دي. انا بتكلم في فكرة عامة في الاغلب. ما تفضلش تهلك نفسك بين الحاجات، ولازم احقق ولازم ابقى اكتر واحد جسمه حلو في الدنيا، ولازم ابقى اكتر واحد معاه فلوس واكتر واحد معاه مش عارف ايه، واتعلم 37 الف لغة. يعني كله حاجات حلوة، ما اقدرش اقول حاجة، ولكن هل انت فعلا محتاج تعمل ده كله؟ فاهم؟ محتاج تهدي، تمشي بحياتك بالراحة، تسعى ورا الحاجات دي، ولكن مش بالشكل الاوفر ده. انت فاهم؟